في حدث غير مسبوق أصبح كريستيانو رونالدو أول رياضي في التاريخ يتسلم المفتاح الذهبي للبيت الأبيض خلال زيارة خاصة قام بها إلى المكتب البيضاوي، وكان ضمن وفد السعودي برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان. هذا المفتاح جزء من تقليد بروتوكولي متبع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قطعة استثنائية صممها الرئيس ترامب بنفسه، ولم يمنحها لأي شخصية أخرى من قبل رياضية، ولذلك جاء تكريم رونالدو ليحمل دلالات رمزية لافتة ويثير موجة واسعة من الجدل والاهتمام. اللي عايز أقول لك بقى إن التكريم ده لا يقتصر على هذه اللحظة التاريخية، لأن رونالدو مش لاعب كرة قدم فقط، لا، ده رمز عالمي للإنجاز والعمل والانضباط. رونالدو ولد في بيئة بسيطة، لكنه حمل في داخله حلم كبير قوي، وبفضل موهبته وإصراره شق طريقه نحو القمة ليصبح أحد اللاعبين العظماء في تاريخ لعبة كرة القدم. سرعته، قوته، دقته في التسجيل، قدرته على الحسم في أصعب اللحظات، كلها سمات شكلت شخصيته الرياضية الفريدة، وجعلت منه لاعبا متكاملا لا يمكنه إلا أن يصنع الفوز. المستوى الدولي أصبح رونالدو هدافا تاريخيا، وساهم في رفع اسم بلاده في أكبر المحافل، مثبتا أن التأثير الحقيقي للاعب كرة القدم لا يقتصر على الأهداف فقط، بل يمتد أثره إلى الجماهير والعالم. في النهاية أقول لك إيه أهمية حصول رونالدو على هذا المفتاح الذهبي. الأهمية بتكمن في الرسالة إن التأثير الحقيقي لم يعد حكرا على السياسيين أو أصحاب القرار، بل صار بيد من يستطيع أن يلهم الناس ويترك أثرا عميقا. المفتاح الذهبي ليس مجرد قطعة ذهبية تذكارية، بل اعتراف رسمي بأن هذا اللاعب تجاوز حدود لعبته وترك بصمة عالمية لا يمكن تجاهلها. إنه تتويج لمسيرة بدأت بحلم صغير في بيئة متواضعة، وانتهت عند أهم بيت سياسي في العالم، ليصبح رمزا عالميا للإنجاز وللإصرار والقوة الناعمة. حبيت أقول لك على هذا الحدث. تحياتي، وأشكرك جدا إنك استمعت إلي، وكل عام وحضرتك بخير وسعادة.